هذه قرية مرعند، وهي قرية كردية في منطقة جسر الشغور، تتبع إداريا لناحية بدامة في محافظة إدلب. عدد سكانها حوالي 3000 شخص، كلهم كرد لكنهم لا يتكلمون الكردية للأسف. ومن عائلاتها روتو، سينو، ياسين، دحدوح، جعفر، حمودة، وحاج حسن. يعمل الأهالي بالزراعة وتربية الحيوانات. هذه المعلومات وصلتني من أحد أبناء منطقة جبل الأكراد، وأنا ألقيها بصوتي. أنا علي عبد الله كولو من منطقة درباسية في محافظة حسكة. أتمنى كما يتمنى كل الكرد الناطقين بالكردية أن يتكلم أهلنا في جبل الأكراد بلغتهم الكردية، أن يتعلموها ويعلموها لأولادهم، ويسموا أولادهم بأسام كردية، فلغتنا الكردية مثل باقي اللغات هدية من الله، وعلينا أن نتعلمها. دمتم أهلنا في قرية مرعند.